مشاهدينا في كل مكان، رجعنا مع حضراتكم من جديد، وبيسعدنا ويشرفنا يكون معانا النهارده احد نجوم النادي الاهلي ومنتخبات مصر، سواء كان الاولمبي او الشباب او الناشئين. كابتن عبد الاله جلال هيكون في ضيافتنا. اهلا بحضرتك معانا يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه طيبه وكل الساده المشاهدين بخير. رمضان كريم يا رب على حضرتك وكل مشاهدينا والشعب المصري كله والعربي. الله اكرم، وكل سنه وانتم طيبين والشعب المصري يكون بخير دايما كده يا رب. النهارده اكيد يوم خاص في مصر والجماهير الاهلاويه، ويوم خاص كمان في السودان الشقيقه، اكيد هم كمان النهارده بيشجعوا الهلال، دي علاقات حلوه على فكره. والهدف من الرياضه التقارب الشعوب، مش التنحرات والسوشيال ميديا والحاجات السيئه اللي احنا بنشوفها عليها، دي اهداف بعيده خالص. لكن الهدف الرئيسي من الرياضه بشكل عام هو التقارب ما بيننا وما بين بعض، هم يتكلموا عننا واحنا نتكلم عنهم طبعا باشياء الايجابيه. هتكلم مع حضرتك النهارده باستفاضه اكيد عن هذا اللقاء، لكن اسمح لي انا حابه شويه اتكلم مع حضرتك عن كابتن عبد الاله. كده فينك دلوقتي؟ خلينا نذكر الساده المشاهدين، نعمل فلاش باك كده المشوار كابتن عبد الاله من ساعه ما بدات في السويس لحد بقى مرورا بالنادي الاهلي وانجازاتك مع النادي الاهلي لحد دلوقتي. يعني هو الحمد لله بدايتي من مركز شباب المدينه في السويس، ثم الانتقال للنادي الاهلي طبعا. الحمد لله اتدرجت في كل مراحل الناشئين في النادي الاهلي، والحمد لله كان الحمد لله سمعتي كانت طيبه في الناشئين الحمد لله. وربنا اكرمني الحمد لله ان انا اول ما رجعت من بطوله الناشئين تحت 17 سنه بدا تصعيد الفريق الاول. كان في الوقت ده الاهلي بيلعب ماتشات كاس مصر بقياده الكابتن فتحي مبروك، وانضميت ليهم الحمد لله. كان مين معاك بقى زملائك؟ كان معايا في الوقت ده حسام عاشور، احمد سمير فرج، احمد مجدي. فالحمد لله قعدنا الفتره دي، وبعد كده الموسم اللي وراه مسك الفريق مستر مانو جوزيه، وبرضه الحمد لله اثنى عليا، وفي الوقت ده انا كملت، والحمد لله المسيره تمت لغايه يعني انا سايب النادي الاهلي كده 2007 تقريبا 2007 طلعت اعاره الاتحاد السكندري موسم، وبعد كده رحت المقاولين 3 مواسم كده، والحمد لله يعني مسيره كويسه يعني في الكوره بتاعتي يعني الحمد لله يعني. حاليا انا كنت في نادي مكادي. الحمد لله صعدنا دوري محترفين اللي هيتعمل الموسم القسم الثاني اللي هو القسم الثاني ان شاء الله بشكله الجديد بقى الموسم القادم ان شاء الله بالشكل الجديد الحمد لله. وان شاء الله لو ليا نصيب مكمل معاهم ان شاء الله. هنكمل لسه المشوار يا كابتن، اكيد طموحك ترجع تاني بقى الدوري يعني اتمنى والله اتمنى. بس انا لسه من الواحد لسه ما قعدناش مع الاداره ومع الجهاز الفني يشوف رؤيه الاداره رايحه لفين برضه. ليهم كامل الحريه ان هم يحددوا في سواء في وجودي او في ان هم ما يكملوش معايا. فالحمد لله انا راضي بان انا اللي عملته، وراضي بالانجاز اللي تم مع نادي مكادي الفتره دي. عايز اقول لك الحاج احمد صحيفي وكابتن عثمان والجهاز الفني كله والجهاز الاداري والطبي كلنا تعبنا السنه دي، واللعيبه تعبت السنه دي. فموسم موسم زي ما بيقولوا كده خلصنا فيه الحمد لله، عملنا فيه كل حاجه، طلعنا فيه كل تعبنا، حققنا انجاز ان احنا اول فريق يصعد لدوري المحترفين بالشكل الجديد هو نادي مكادي. ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله تبقى سنه صعود برضو ويتم ويبقى موجود في ان شاء الله. لو هم ما قدمولكش الشكر هتكمل مسيرتك كلاعب، ولا بدات بقى تفكر تاني ممكن يعني المستقبل بتفكر هي على حسب العرض. يعني مثلا لو في عروض مثلا في حاجه برضو مشابهه وكده كمل كلاعب ان شاء الله، ولو ما فيش ان شاء الله انا برضو ان شاء الله واخد الخطوه بتاعه التدريب دي ان شاء الله، وان شاء الله اكمل فيها باذن الله. البنات بيتضايقوا لما نقول لهم عندكم كام سنه؟ هتتضايق بقى وانت كلاعب كوره؟ ما اعرفش انتوا ايه، لو قلت لك عندك كام سنه ولا لا ما اتضايقش خالص. انا عندي 37 سنه. 37 عادي ممكن اللي انت لا عادي في الكوره دلوقتي عادي ما فيش. ابراهيموفيتش بيلعب في نادي ميلان 41 سنه. احمد فتحي هنا في مصر احمد فتحي موجود اهو 39 سنه وداخل في 40 سنه. صحيح. محمد نجيب 40 سنه يعني. واخيرا من الموسم اللي فات او اللي قبله تقريبا كان كابتن عبد المنصف 43 سنه. بس حراسه المرمى ليها سكه ثانيه شويه، فيعني ما بنتكلمش مش مالهاش علاقه والله. احنا اللي بنحدد، خلي بالك مش قصه السن والله. اللي بيحدد دايما الرؤيه الفنيه لاي مدير فني. تمام. بعيد عن حتى الاداره. في مدير فني دايما بيشوف ان عبد الله جلال مثلا والله يعني هيديني، مش شرط يديني ال 24 ماتش ال 25 ماتش ال 30 ماتش صح. بس ليه دور موجود في ماتشات معينه هطلب منه ان هو يكون موجود، وليه دور جوه الفريق هو هيساعدني فيه في خلال الموسم كله
دي بتنطبق بقى على المدربين اللي هي فعلا بتستعين بالناس الخبرات في الفرق اللي زي كده، فما لهاش علاقه بالسن دايما دي تمام يعني. طيب بالنسبه انت شاركت مع مانويل جوزيه كاس العالم للانديه مش كده؟ 2007 2006 كنت موجود معاهم الحمد لله. وربنا كرمنا بالمركز الثالث في الوقت ده الحمد لله. طب هايل. عايزه برضو اتكلم عن شهر رمضان الكريم اللي احنا فيه ومواقف اللي بتتعرضوا لها كلاعب، كان ايه ابرز المواقف اللي انت تعرضت لها سواء بقى مع الاهلي او غيره من الفرق؟ والله هو يعني من اصعب المواقف اللي تعرضت لها في رمضان كان عندنا ماتش مع اسك ابيجان هناك كان ماتش العوده مع الاهلي طبعا. كان مع الاهلي ويمكن ما اعرفش ناس قليله ويمكن احمد صديق بس اكتر واحد هو اللي كنا انا وهو مشاركين اللحظه دي، وشاركنا في الماتش ده واحنا صايمين. كان الباقي مش صايم يعني؟ لا مش قصه انا ما اعرفش كانوا صايمين ولا لا، بس انت كنت صايم. المغزى ان احنا كان المطلوب يعني بفتوى من الازهر الشريف برضه ان احنا يجوز ان احنا انا بقول لك ما انت على سفر ويجوز لك ان انت تفطر والكلام ده كله، وانا رفضت ساعتها انا واحمد صديق ان احنا نفطر وكملنا الصيام ولعبنا الماتش ده الحمد لله. خسرنا 3-1 بس او 2-1 تقريبا، بس احنا كنا كسبانين هنا 2-0 الحمد لله وصعدنا الحمد لله. طب الحمد انا فاكر ان في الماتش ده كابتن اسلام الشاطر تقريبا جاله زي حاله جفاف وخدناه ساعتها في المستشفى، وبعد كده خدناه برضو على المطار بعد الماتش، وكان هو في حاله فعلا بيبقى في مشقه عليكم انتوا ساعات اكيد لان الوقت اصلا عايز اقول افريقيا بعض فرق افريقيا او بعض الدول الافريقيه بتشتهر بالرطوبه العاليه. دي حقيقه. الرطوبه العاليه دي بتاخد منك بتستنزف دايما المخزون بتاع الميه بتاع الجسم كله، يعني ممكن في خلال ربع ساعه اكون اتصفيت. هو انا عايز اقول لك ان هو بيلعب 90 دقيقه والماتش كله زي ما بقول كده مضغوط وعنده يعني ضغط الماتش مع ضغط اللعب نفسه خلاص، فمخليه دايما مع ممكن يكون كان صايم في الوقت ده برضو يعني، فضغط على نفسه فبيوصل للدرجه دي. بس اللي عايز اقوله ان اغلب فرق افريقيا او اغلب الدول الافريقيه بتشتهر بالحراره والرطوبه العاليه، فبتستنزف القوه البدنيه. مفيش اكلات معينه، مفيش مشروبات معينه الطبيب مثلا بيقول لكم عليها بتساعدكم في نهار رمضان؟ يعني هو في نهار رمضان احنا طبعا صيام يعني هو القصه كلها قبلها على قد ما تقدر تتخزن سكريات، على قد ما تقدر تشرب ميه وتخزن سكريات، لان السكريات بتتحول لدهون تقدر تساعدك، بس مش دهون مخزنه زي بالشكل اللي هو التراكمي، ولكن بتبقى دهون في لحظيه ان هي بتساعدك على ان انت تطلع الباور بتاعك او المخزون بتاعك في العضل، فتقدر تمارس. طيب دي لو كانت المباراه قبل الفطار، طب لو المباراه بعد الفطار اكيد مريت بيها برضو بعد الفطار. احنا كان عندنا في الماتش الاولاني انا على ما اتذكر يعني ماتش الصفاقسي اللي هو كان النهائي. الماتش الاولاني كان على ملعبنا وكان في رمضان برضو في اخر ايام رمضان، والحمد لله كان حصل تعادل، بس كان في الوقت ده انا متذكر ان برضو كان الماتش الساعه 10 وكان وقت الفطار في الوقت ده قريب من الماتش، فكان اغلب الوقت وتركيز الدكتور كان نهاب علي موجود معانا في الوقت ده، اغلب تركيزه اللي هو على السكريات والفاكهه والكربوهيدرات زي المكرونه البطاطس المسلوقه، لان دي اكتر حاجه ممكن تديك طاقه واسرع حاجه في الحرق، مش هتاخد وقت في ان هي تتخزن في طب بين الشوطين كان بيديكوا ايه سريع برضو عشان تكملوا؟ يعني هو بقى بين الشوطين كان دايما عصاير، هو اغلب الوقت عصاير. يعني اغلب الوقت عصاير بقى، وبالذات عصير البرتقال او التفاح اللي هو مثلا بيساعدك ان هو ما يعملكش يعني يديك استعاده طاقه في الوقت ده وباسرع وقت يعني. اكيد مباريات بعد الفطار بالنسبه لكم كانت اسهل من قبل، اسهل بكتير طبعا، اسهل بكتير. والكلام ده ممكن يكون له تاثير. هنا في مصر كنت اكيد في دوري في فريق كنت بتلعب قبل الفطار ولا كنت بتلعبوا بعد الفطار؟ احنا كنا لا فقبل احنا الماتشات الاخيره دي لعبناها كان كلها قبل رمضان، خلصنا قبل رمضان، ما لعبناش في رمضان. هو حتى المسابقات دلوقتي كلها موقوفه في رمضان، ما عدا مسابقات
المسابقات تقريبا على ما اتذكر مسابقات الناشئين بتتلعب في الملاعب اللي فيها اضاءه بس. تمام. بس لكن تمام. كل الباقي كله متوقف دلوقتي. تمام. ليه انا حابه اتكلم مع حضرتك في الحاجات دي النهارده؟ لان كل الناس النهارده وهي مستنيه الاهلي ولاعبي النادي الاهلي عايزين يعرفوا هم اللعيبه بيعملوا ايه النهارده، بيفطروا ايه، بياكلوا ايه، احسن ياكلوا تقيل ولا حاجه ممكن ياثر عليهم. اصل فدي كلها ممكن اسئله يعني بتخطر في بالهم، فاحنا بنحاول ان احنا برضو يعني نكون بنرد عليها من خلال اللاعب بقى هو موجود معانا وهو كان عايش هذه الاجواء. النهارده بالتاكيد لا صوت يعلو فوق صوت مباراه الهلال المصري والاهلي، الاهلي المصري والهلال السوداني عفوا، والكل بيتابع عن كثب وباهتمام شديد في انحاء الوطن العربي لانها مباراه مصريه، مباراه هيكون شعارها نكون او لا نكون لكلا الفريقين، لان يعني الفرصه قائمه للنادي الاهلي ونادي الهلال. النهارده كابتن عبد الاله شايفها ازاي رؤيتك الفنيه لهذا اللقاء؟ والله هو الماتش في مجمله فنيا يعني مش هقول لك لا سهل ولا صعب. اللي دايما بيسهل الماتش او بيصعبه هو اللاعب نفسه. دايما بقول كده، اللي بيسهل الماتش او بيصعبه هو اللاعب نفسه. لو اللعيب في قمه تركيزه ومدي قمه اجتهاده على مدار الاسبوع اللي قبل الماتش في تمرينه، محافظ على نومه، محافظ على التمرين بتاعه، بيدي كل مجهوده للتمرين بتاعه، كل تركيزه للتمرين بتاعه، عشان عايش جوه الماتش اللي هو بنام بدري، عشان عايش جوه الماتش انا هأدي، هعمل ايه، واجباتي ايه جوه الملعب، اللي بيطلب مني من المدير الفني هأديه ازاي، وان يكن هي جماهير من القاهره اصلا متواجدين. بس هي القصه كلها برضو هو محضر نفسه وانت محضر نفسك. بس انا بتكلم على لعيبه النادي الاهلي، طول ما انت محضر نفسك على مدار الاسبوع هتنزل الماتش هتلاقيه سهل. بالنسبه لحته ان انت فنيا هتلاقي الامور سهله. لو انت قاري اللعيب اللي انت هتلعب عليه بشكل كويس هتلاقي نفسك انت بتلعب سهل، وبتعرف تدخل عليه من نقط الضعف بتاعته، وتعرف تتلافى نقط القوه بتاعته اللي هو ممكن يجابهك بيها. حضرتك قلت ان الكفه 50-50، ليه مش اهلي اعلى باعتبار ارضه جمهوره؟ ليه 50-50؟ هي مش ارض محايده، ارض بتدي يعني بتدي دافعيه كبيره جدا لفريقها وجماهيرها. دايما في الكوره لازم اقول كده، مهما كنت انا بلعب على ارض في وسط جمهوري، الكوره ملهاش ثوابت، الكوره دايما فيها متغيرات. لان دايما انا بتكلم في نقطه ايه، الجمهور زي ما هو عامل كويس جدا ودافع كويس جدا لفريق النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، ممكن في وقت من الاوقات في لعيبه بقى لنا فتره، معلش احنا بقى لنا داخلين في 10 سنين كده مثلا، كميه الجماهير دي ما دخلتش الملاعب مره واحده، ففي لعيبه ممكن تتاثر بالموضوع ده. يعني يبقى هو شاحن نفسه ومركز على اللعب ممكن يتاثر بالعدد الكبير بتاع دي حاجه. الحاجه الثانيه زي ما قلنا كده، الاعداد النفسي برضو ليه دور مهم في الحته دي. فعشان كده انا دايما لما بقول نفسي دلوقتي مع موجود طبعا، ليه دوره جدا. واعتقد ان هو كان شغال الفتره اللي فاتت من بدايه ما النادي الاهلي رجع من الاسبوع الروحه بتاعه. لكن عايز ارجع للمرجوعه، ليه انا قلت 50-50؟ الكوره ما فيهاش متغيرات، الكوره ما فيهاش ثوابت، الكوره دايما متغيرات. زي ما قلنا كده، ممكن تبقى ماشي كويس جدا، زي ما مثلا هدي مثال، معلش مش عايز اخرج بره الموضوع برضو. الاهلي لعب قدام ريال مدريد 90 دقيقه كان ماشي كويس جدا، واقرب ان هو يتعادل، واقرب ان هو كمان ممكن يكسب في وقت من الاوقات، وكانت النتيجه 2-1 لغايه الدقيقه 90 بدات النتيجه وبدا التركيز يقع، بقت النتيجه 4-1. عشان كده بقول، وكان الملعب برضو فيه جماهير، ايا كان الجماهير كانت بتشجع مين في الوقت ده، بس انا بتكلم ان الملعب مليان جمهور. فعشان كده الماتش ممكن يفضل ماشي سجال 50-50، لكن انت اللي في الاخر بتحدد هل عندك اراده، ان انت اراده المكسب عايز ولا بتريح مع الماتش وتسيب نفسك للماتش لغايه اخر دقيقه فتبدا تتحول. وفي نفس الوقت بقى هرجع اقول بقى ممكن ازودها تبقى 51%. ليه؟ عشان الجمهور. صحيح. الجمهور مش هقول لك 1%، بس ال1% ده يعني طريقه تشجيع، واللي انا اللي انا بعتقد ان طول عمره جمهور النادي الاهلي في ظهر لعيبه النادي الاهلي من اول صفاره لغايه صفاره الحكم للنهايه، دايما في ظهر اللعيبه، ما بيخرجش بره النظام، دايما بيشجع لعيبته، دايما بيحمسهم، ما عندوش حته الفتور ده لا، دايما بيشجع. فعشان كده زودت النسبه
51% لصالح النادي الاهلي و49 لنادي الهلال. لكن هرجع اقول فنيا احنا بنتكلم على الورق ليه؟ لان ده ليه استعداداته وده ليه استعداداته، وده اللي هنشوفه جوه الملعب هو اللي هيفرق دايما في الملعب. صحيح. كابتن عبد الله، في ناس النهارده برضو طبعا كل التحيه والتقدير والاحترام لجماهير النادي الاهلي، بس البعض قلقان ان ممكن تكون الجماهير النهارده سلاح ذو حدين، خاصه ان الجيل الحالي في النادي الاهلي معظم، مش هقول يعني كلهم، لكن في بعض اللعيبه اول مره يلعبوا وسط هذا العدد من الجماهير، 50,000 متفرج. احنا نفسنا افتقدنا كلمه 50 و60,000 وكده، احنا وصلنا 5000 حاجات كده، فنزود كده صفر فجاه كده 50,000 من 4 اصفار. لا يعني الموضوع كده كبير حتى احنا بالنسبه لنا كمشاهدين. صح. طب تخيل بقى اللاعب اللي هو لسه فجاه النهارده كده يدخل استاد القاهره، استاد يعني لعب له وضعيه خاصه، ويلعب وسط الجماهير دي كلها. انت شايف ايه؟ ما دي النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه، وقلنا الجمهور بيشجع من اول دقيقه لغايه ما الحكم يصفر ويقول الماتش خلص. ودي السمه والنقطه المهمه في جمهور النادي الاهلي دونا عن كل الجماهير الثانيه، مع احترام لكل الجماهير طبعا. بس انا عايز اقول ان النادي الاهلي جماهيره دايما بتشجع، بس نرجع بقى للعيب، استقباله لتشجيع الجماهير. هي دي النقطه بقى، هي دي النقطه اللي احنا بنتكلم. المعد النفسي في المعد النفسي بقى ليه دور بقى في الفتره دي؟ لا ممكن بس صغيره قوي على حسب ما هو. بصي هو يعني الدكتور او المعد النفسي او الطبيب ايا كان المسمى بتاعه، خلاص دوره ايه؟ هو دوره دلوقتي متحدد له ان انت في خلال مثلا في لعيبه عندي دلوقتي مثلا المجمل اللي عندي مثلا او 50% ان لم يكن 80% من اللعيبه اللي عندي ما لعبتش قدام جمهور، فابدا اشتغل عليهم. الشغل عليهم ده ممكن يكون زي مثلا كده واحد بيتعالج من حاجه معينه كده فمحتاج جلسات مكثفه، فالطبيعي ان انا هشتغل معاه جلسات مكثفه، وممكن يشتغل بشكل جماعي اكتر منه فردي. لان احنا بنيجي نحسبها مثلا تقول مثلا ايه، هو لسه هيقعد مع عبد القادر وهيقعد مع مش عارف مين ومين، انا مش قصدي حد معين، بس انا بقول لك فلان وفلان وفلان. لا، هو ممكن يشتغل بشكل جماعي. الشكل الجماعي ده ليه؟ لان اللعبه اصلا او الماتش نفسه جماعي، هيشتغل بشكل جماعي. طيب في واحد مثلا ممكن يستحمل وفي واحد ما يستحملش، فهنيجي مثلا نربط، هنيجي ونقول مثلا اللي مش هيستحمل مثلا الضغط الجماهير، في واحد تاني لازم يشجعه او لازم يكلمه جوه الملعب بشكل ايجابي عشان يبدا يمتص الحماس الجماهيري الموجود. هل ممكن برايك كولر يستمع للطبيب النفسي في الوقت ده ويشعر ان لاعب ما عندوش سمات الاتزان النفسي او القلق الجماهيري، وهو كولر مقتنع بيه فنيا، بس الطبيب النفسي ينصحه له لا ما تستعينش بيه في هذا اللقاء؟ ممكن ده يحصل؟ ممكن وارد. دي راجعه لمستر كولر. دي راجعه لمستر كولر وطريقه تعامله مع الجهاز الفني والاداري والطبي. يعني احنا معلش برضو ممكن دكتور احمد ابو عبله مثلا ممكن يكون ليه طريقه تعامل. انا بكلم الدكتور احمد ابو عبله لان هو رئيس الجهاز الطبي وهو المسؤول عن المنظومه الطبيه كلها مع المعد النفسي او الطبيب النفسي. فهو القصه كلها طريقة التعامل بين كولر وبين رئيس الجهاز الطبي هي اللي بتحدد طريقة تغييراته، هي اللي بتحدد طريقة بدايته للماتشات. عشان كده دايما احنا لينا اللقطة الأخيرة أو لينا اللي هو التوتال في الآخر اللي هو التشكيل، ولينا طريقة اللعب، ولينا المباراة، لكن احنا ما نعرفش الكواليس في ايه. فعشان كده دايما احنا بنقول دايما ان في طريقه تعامل دايما صحيح بيحددها المدير الفني بينه وبين الجهاز الطبي او الجهاز الاداري او حتى الجهاز الفني في طريقه التعامل مع التشكيل ومع اللعب ومع التغييرات. صحيح. يعني ممكن يكون في لاعب مثلا برضه بيأدي بشكل كويس بس نفسيا بالظبط نلاقي مستواه النهارده مش ظاهر خالص، تاثير النفس. تمام. اعتقد ان الضبط النفسي ده ظهر على كولر من خلال المؤتمر الصحفي وتصريحاته، وقال ان انا ما يهمنيش توقيت تسجيل الهدف امتى نهائي بقدر التحلي بالهدوء وان يعمل الجميع من اجل تحقيق هدفنا. واعتقد ان دي التصريح ده في نوع من انواع ضبط النفس والاتزان، وفي الروح اللي موجوده، انعكاس للروح اللي موجوده في الفريق قبل هذا اللقاء. فاتمنى ان هم يحافظوا على كده. على الجانب الاخر الفريق الهلال السوداني في بقى يعني مش عايزه اسميها، يعني سمينا كلام كده مش عايزه انا المصطلحات الكبيره دي بلاشها، لكن في بعض الدخلاء انا اعتقد مش دول الجمهور الهلال السوداني الشقيق، بداوا ان هم يشعلوا الفتنه شويه، بدات تصريحات شديده جدا شديده اللهجه،
تصريحات بالظبط، شكرا محمد، قال لي تصريحات تفرق ولا تجمع، وده مش هدف الرياضه ابدا. شايف ازاي الجانب الاخر الهلال السوداني وهذه التصريحات الفتره الاخيره انطلق؟ هي المشكله ان زي ما قلت حضرتك اتفضلت، في دخلاء على المنظومه. يعني في دخلاء، سواء دخلاء على الجمهور، دخلاء على الفنيات، دخلاء على الصحافه، دخلاء على كل المنظومه الرياضيه بقى دخل فيها ناس مش هقول لك ما لهمش علاقه بالرياضه، ولكن زي ما بقول كده لقوا ان الساحه فاضيه. ده السوشيال ميديا. السوشيال لا ميديا. قول لا مش قصه كده. بالعموم انا بقول لك بالعموم هو كله بيتكلم دلوقتي وكله بيقول براحته، بس للاسف ما يعرفش ان في مثلا دلوقتي ان الكلمه بتاعته دي ممكن تعمل طبعا بلبله، وممكن تعمل يعني توقع دولتين في بعض. يعني انا مثلا اتذكر ان تقريبا في 2010 كان حصل مشكله بين مصر والجزائر، والحمد لله تمت على خير، والشعبين رجعوا لبعض بشكل ودي وبشكل كويس جدا الحمد لله، وعلى المستويات حتى يعني لو افترض قريب كده كان في مستويات دوليه برضو الجزائريين كانوا بيشجعونا احنا كمصريين. صحيح. يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه الكوره دلوقتي او المنظومه عندهم ايا كان بقى في السودان بقت مشدوده بقى لها فتره. ليه؟ ممكن يكون عامل الاستقرار السياسي عندهم مأثر على الموضوع، مش عايز اخش في تفاصيل يعني وكده. دي حاجه. الحاجه الثانيه قصه التناحر بين الهلال والمريخ برضو على المستوى الكروي هناك، برضو كل واحد عايز يثبت احقيته ان هو الملك او الكينج بتاع الكره السودانيه. فدي كلها عوامل برضو بتفرض نفسها على الساحه ان هو بيعمل كده. النقطه الثالثه برضو اللي عايز اتكلم فيها الجماهير اللي هي داخله او الدخلاء على جماهير الهلال السوداني. دي انا اعتقد شبه زي ما بيقولوا كده عندنا ايه اللجان اللي بتدافع عن فلان، او اللجان بتدافع عن رئيس النادي الفلاني. فبتعمل ايه بقى؟ بتسبق بالاحداث. يعني بتسبق بالاحداث، بس للاسف هو مفكر ان هو بيسبق بالاحداث او بيسبق بالحاجه اللي هي هتنقذ النادي بتاعه او رئيس النادي بتاعه او الفريق بتاعه، ولكن للاسف هي بتعمل زي ما بنقول كده بتشعل الفتنه بين فريقين كبار او بين دولتين كبار، وهو في الاول وفي الاخر يقول لك مش انا، او ممكن يختفي من الصوره فجاه. وده اللي احنا شايفينه على صفحات السوشيال ميديا والكلام. انا يعني ممكن انا اقولها مثلا بالصيغه كده في عجرفه شويه في الكلام. الواحد مش عايز يقول برضو المصطلحات دي، بس فعلا في عجرفه على الفاضي. ده مش بس يعني الجماهير على السوشيال ميديا، ده المدير الفني للهلال السوداني فلوران إيبنجي قال ان وجود 50,000 مشجع في استاد القاهره امر ممتع للاعيبه. هو بص، هو المشكله ان احنا يعني حتى التصريح بتاعه هو كمان مش طبيعي. هو يعني في مثل بيقول كده من 10 الام 40 صار منهم، فهو صار منهم. زي كده في مدير فني كده كان برضو قاعد في بتاع قبل ما يمشي كان برضو ماشي بنفس الصيغه بتاعت هي حرب نفسيه برضه. جماهير هي حرب نفسيه. يعني لا هي حرب نفسيه، وفي نفس الوقت هو ممكن يكون بيدور كمان ان هو يكسب تعاطف الجماهير بتاعته عشان تبقى عشان لما يحصل اي خساره يقول لك بص اصل الكاف وقف ضدي. ايوه. اصل الاهلي عملنا وحش، اصل الجماهير عملت كذا. صح، اساليب نفسيه. فدي اساليب نفسيه بس صحيح. معاكسه. وان شاء الله هيبقى الكلام كله او الرد كله زي كالعاده كده هيبقى في الملعب ان شاء الله. صحيح. جوه الملعب 11 راجل ان شاء الله من النادي الاهلي هيكسبوا ان شاء الله وهيفرحوا هل مباراه الذهاب ممكن يكون لها تاثير على المباراه دي ونتيجتها فوز الهلال في المباراه الاولى؟ الاحداث نفسها لها تاثير. الاحداث نفسها اللي حصلت في المباراه اللي حصلت في الماتش لها تاثير. يعني خلينا نتكلم كده بشكل واقعي شويه كده. مثلا مش هقول لك بقى ان لعيبه الاهلي هتروح تضرب حد من الهلال او بس لها تاثير في الشده. مع احراز اول هدف للنادي الاهلي جوه الماتش كل الاحداث دي هتتنسي فعلا. بس امتى بقى الاحداث دي هتفضل موجوده؟ طول ما النتيجه متعلقه. فهتلاقي شده في امل على اي فريق. طول ما النتيجه متعلقه والماتش رايح جاي او حتى مقفول هتلاقي في شده في عصبيه. فالطبيعي ان انا كلاعب وكجهاز فني وكجهاز اداري هفضل متذكر ايه او هيجي اول حاجه في بالي ايه مع شده الماتش الاحداث اللي حصلت في الماتش هناك.
والدليل على كده ان مثلا يعني خلينا ما نسبقش الاحداث، بس هنقول لك مثلا اول ربع ساعه هتلاقي في شده، هتلاقي في شده مش من النادي الاهلي منهم هم، هتلاقي في تلكيك، هتلاقي مثلا ممكن مثلا لعيب يقع من غير اي سبب، هتلاقي في لعيب مثلا ممكن يتخانق في مع الولد اللي هو بتاع حامل الكور عشان يشد الدنيا، عشان يخلي الدنيا مشدوده فيخرجك بره الماتش، ودي كلها عوامل نفسيه. المباراه النهارده دي مباراه تحكيم، حكم الموريتاني اسمه ايه، عبد العزيز بو، هو اللي هيقود هذا اللقاء النهارده، وعليه دور كبير جدا في ضبط زمام امور المباراه. لو المباراه الامور الزمام بتاعها كده نفخ خلاص علينا العوض. انا كنت اتمنى ان الكاف يجيب حد مش افريقي خالص، لا من الاسامي الثقيله او الصفوه، لان ده مش هقول لك ماتش حساس ولا حاجه، لا الماتش صعود زي ما بقول. فيكتور جوميز مثلا جنوب افريقي، رضوان جاي، يعني ممكن مثلا الحاجات اللي الناس الثقيله، وفي الاول وفي الاخر ده شعب عربي وده شعب عربي، كان ممكن مثلا يجيب اي جزائري مثلا او حد من المغرب الشرقي او حد من تونس، مش هتفرق، بس ايا كان حد يكون ملم بالشعوب يعني هو موريتانيا طبعا عربيين وكل حاجه وعلى راسهم، بس انا عايز اتكلم في اسامي تقيله من الصفوه اللي هم زي ما حضرتك تفضلت وقلت، مثلا مصطفى غربال، رضوان جيد، الناس دي اللي هم الصف الاول يقدر يشيل ويقدر يعدي صحيح في بر الامان بالماتش يعني في وسط الجماهير دي كلها. الطبيعي كمان ان انا ساعتها مش هتكلم لا صاحب ارض ولا الضيف، هقدر اتكلم على اي حاجه ممكن تحصل صحيح جوه الماتش. بس يعني من خلال متابعتنا البطوله الفتره الماضيه، التحكيم الموريتاني يعني لا ماشي كويس، بنتفائل بيه خير، لان هو ماشي في طريق جيد، ما عليهوش ما يشوبه. لا فيعني انا شخصيا لما قريته اسمه مش من الحكام المشهورين، لكن كتحكيم موريتاني الفتره الاخيره تفائلوا خيرا، يعني للفريقين مش للاهلي بس والله، سواء للاهلي او للهلال، احنا عايزين مباراه يكون فيها عدل لكلا الفريقين، ما لا يجي مع ده ولا مع ده. لا هو يعني هو المطلوب جوه الماتش، اي فريق بيبقى نازل بيبقى اصلا بيتمنى ان انا اخد حقي، مش عايز اكتر من حقي بس. الفير بلاي جوه الماتش هو اللي هيديني، هو اللي هيخلي الحكم هيحكم بالعدل بين الفرقتين وهيدي كل واحد حقه، محدش هيهزر. صحيح، كان في كلام ان بملاك سيما ممكن هو اللي يكون حكم، لكن كانت جماهير النادي الاهلي طبعا كانت الموضوع ده كان موترها شويه وقلقها، لكن خلاص يعني لا الحمد لله الموضوع خلاص انتهى. طيب حضرتك ذكرت منذ قليل المنافسه القويه ما بين الهلال السوداني وما بين المريخ السوداني، هل نتيجه مباراه المريخ السوداني بالامس مع نادي الزمالك وفوز نادي الزمالك الكبير 4-3، صحيح المباراه لها مجريات مختلفه بس ما علينا المباراه خلصت 4-3، يعني ما يعرفش المباراه احداثها ازاي، فنتيجه تقيله، هل هزيمه المريخ دي ممكن تدي بقى ايه دافعيه اكتر، ولا تقول بقى خلاص احنا ننهزم زي بقى، يعني ايه نفسيا تاثيرها ايه على نادي الهلال النهارده؟ لا هو زي ما قلت لحضرتك، الهلال دايما عامل زي يعني الهلال والمريخ عاملين زي الاهلي والزمالك عندنا في مصر، صحيح، فكل واحد بيدور ان هو يبقى الكينج بتاع بس هو القصه كلها ان هناك الوضع مختلف. ليه؟ لان الحته زي ما قلنا كده، اللي الحته القبليه بينهم او اللي هم يقبلوا من بعض مش موجوده، فدي ممكن يبقى ليها تاثير ان هو بقى لا انا عايز اصعد على حساب النادي الاهلي كمان، وفي نفس الوقت اعلم على غريمي ان انا صعدت وكسبت النادي الاهلي اللي هو بطل قاره افريقيا، وارجع بقى منتصر، وارجع منتصر صحيح السودان، وابدا احفل كمان على ايه؟ على الغريم التقليدي بتاعي اللي هو المريخ، ان انا بقى انا في افريقيا لكن انت خلاص انت خرجت، صحيح. فدي ليها ممكن يكون ليها سبب في انها برضو تديهم دافعيه اكتر النهارده، يديهم تمام. اتمنى انها تكون مباراه كره قدم حقيقيه نستمتع فيها بفنيات كره القدم لكلا الفريقين، بعيدا عن اي مناوشات خارجيه، بعيدا عن اي اتجاهات او نيات لاثاره البلبله او الشغب داخل الملاعب. اتمنى يكون جماهير النادي الاهلي عندها وعي كافي باللي ممكن الطرف الاخر ممكن يسبب نوع من الاستفزاز ليك، ممكن يحاول ان هو يجرك في طريق مش صحيح عشان تخسر او عشان يكون في عقوبات تانية. اتمنى الجماهير كلها تكون عندها وعي كافي النهارده قبل ما تروح المباراه، واتمنى كمان ضبط النفس، ان شاء الله جماهير النادي الاهلي هتكون قادره على كل ده. طيب خليني اخد بقى
كابتن عبد الله دلوقتي للتشكيل المتوقع النهارده للنادي الاهلي. يعني انا قلت تشكيل في البدايه، بس برضو خلينا نسمع من حضرتك رايك في كل مراكز. حراسه المرمى انا قلت الشناوي اكيد. الدفاع محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، علي معلول. خط الوسط عمرو السوليه، حمدي فتحي او مروان عطيه. خط الوسط الهجومي بيرستاو، قندوسي او قفشه، احمد عبد القادر. الهجوم كهربا. رايك ايه في هذا التشكيل وممكن تضيف لنا ايه؟ يعني هو ممكن يعني الاقرب، يعني هو التشكيل ده مش هيخرج منه التشكيل المباراه. بس ممكن هيبقى الجدال كله او اللي ممكن نختلف فيه برضو شويه، ان الفتره الاخيره مستر كولر بدا يعتمد بشكل كبير على مروان عطيه. واداله مساحه كبيره قوي في اللعب، سواء في تغيير المركز بتاعه من 6 ل 8 ومن 8 ل 6. بس اعتقد هو ممكن يعني يبقى يحتفظ او يدي ناس تبدا، ويحتفظ بناس تبقى اوراق رابحه على الدكه. زي اعتقد ان هو ممكن ما يبداش بكهرباء اعتقد الله اعلم. بس امال مين كمهاجم ممكن يبدا بمحمد شريف. شريف ويحتفظ بكهرباء اللي هو ورقه رابحه، ان هو ممكن ينزل في اي وقت. الطريقه اللي هياخدها فنيا النهارده ايه؟ هيلعب المباراه بعد 4-2-3-1 بس هتتقلب في الناحيه الدفاعيه على حسب يعني لو انت هي تقسيمه ليها تقسيمه كده جوه الدفاع. فالحته بتاعت الضغط العالي دي من قدام محتاجه مجهود، سواء في الحته الدفاعيه او من التحول من الدفاع بعد ما قطع الكوره من الدفاع للهجوم. ودي اللي كانت بتفرق معاه وفرقت معاه جدا في الماتشين بتوع صن داونز. الناس لما ما كانتش او زي ما بنقول ضغط الماتشات اثر بنسبه كبيره فعلا على اللعيبه اللي لعبت في الماتشين. عشان كده في وقت من الاوقات في الماتش اللي كان الاولاني هنا في القاهره في ملعب السلام، في وقت كتير كنا بنضغط على صن داونز من فوق وبنقطع، بس ما بنترجمش الفرص او الكره اللي اتقطعت لاهداف. فعشان كده ليه؟ عشان العمل البدني بتاعي مش 100%، او العمل الذهني مع البدني بتاعي مش 100%. ليه؟ الروتيشن بتاعي مش ممكن يكون مثلا مش عايز اقول مش ماشي كويس، بس اللعيبه نفسها ممكن يكون ما كانتش 100% في الوقت ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه هنرجع برضو للماتش بتاعنا. هو دايما بيقسم الماتش. اول ربع ساعه بيبدا ضغط عالي، تمام. بعد كده بيبدا يهدى في نص ملعبه. يعني اول ربع ساعه بيبقى ضغط. ضغط، تمام. مستر كولر دايما اول ربع ساعه بيبقى ضاغط بطول الملعب. وبعد كده يبدا يريح اللعيبه بتاعت الهجوم بتاعته ويبدا يضغط نص ملعب او تلتين ملعب. تمام. وتبدا بعد كده في الربع الاخير على حسب النتيجه. انا عايز ايه بقى؟ صح. هبدا اكمل ضغط عالي ولا هبدا اريح اللعيبه بتاعتي؟ لو الماتش بتاعي ماشي كويس والنتيجه في صالحي، خلاص انا مش محتاج ان انا لعبت في ضغط عالي. لكن لو الماتش عمال بيروح ويجي، ببدا ارجع لاول ربع ساعه تاني وابدا اضغط ضغط عالي عشان ابدا ارجع الاستحواذ لفرقتي تاني. والشوط التاني بيبقى نفس الموضوع، بس بيختلف ان النص ساعه الاخيره دايما اللي بيفرق فيها التغييرات بتاعت مستر متاخره شويه دايما كولر. هو دايما تغييراته ايه ده؟ تفسيره ايه؟ تفسيره ان هو دايما انا شايفه ان زي ما بيقولوا كده انا شايف ان بيدي اكبر قدر للموجودين في الملعب. خلاص ان هو ممكن يكون بينفذ له اللي هو عايزه. طب خدت منه قد ايه؟ دي راجع بقى المستر. بس ده ممكن يحصل في مباريات مش الفرصه الاخيره بالظبط. انا بكلمك في الدوري. هو بيعملها في الدوري. مباريات يعني لسه حتى ودوري المجموعات لسه في فرص، لكن في مباراه نكون او لا نكون او التغيير نلاقيه في الدقيقه 75 و80 صعب ان هو يعمل كده في ماتش زي كده. لا صعب. انا بكلمك في ان هو دايما هو يعني اغلب الماتشات اللي فاتت كلها بما فيها كاس العالم للانديه كان ماشي على نفس النظام ده. ان هو دايما حتى لو تغييراته متاخره بس بينزلها لهدف تكتيكي، مش لهدف اللي هو خلاص انا بعمل تغيير وخلاص. تمام. ليه؟ ان احنا مثلا هنتكلم كجمهور دايما احنا بنتكلم نقول ايه؟ اصل هو متاخر في
في تغييراته. رؤيه المدير الفني دايما غير رؤيتنا احنا كجمهور. صحيح. ليه احنا ممكن نحكم على لعيب من باص واحد اول دقيقه في الماتش ونخليه اسوأ لعيب في الماتش، عكس المدير الفني ممكن يفضل محتفظ بيه 90 دقيقه واحنا عمالين نقول غيروا. لا صحيح. هي القصه كلها مش كده. رؤيه المدير الفني دايما هي اللي بتحكم. انا عايز ايه من اللعيب بتاعي، اداني ايه الواجب التكتيكي بتاعه، الواجبات الاساسيه اداها ولا ما هو ليه وجهه اداهاش. نظر زي ما عمل مع بيرستاو بس كده، ما هي صبر عليه وبدا ان هو يتالق فيه. يعني انا عايز اقول لك ان هو ده يعني قريت تصريح قريب كده اول امبارح المدير الفني بتاع جنوب افريقيا بيشكر المدير الفني بتاع النادي الاهلي عشان هو بدا يرجع له بيرسي تاو اللي هو الجوهره السوداء اللي هو زي ما بيقولوا كده بيعتمد عليه في صحيح منتخب جنوب افريقيا. صحيح. طيب انت قلت لي ان مروان عطيه هيكون ليه اولويه عند كولر، هيكون على حساب مين؟ حساب السوليه ولا حساب حمدي فتحي ولا حساب مين ولا ايه؟ هو دايما مروان بيبقى على حساب حد من زي ما عمرو السوليه على حساب عمرو على حساب عمرو يعني ممكن ليه؟ عشان لسه مش مكتمل يعني فت قوي عمرو مش فت الفتره اللي فاتت واصاباته يعني مش هقول لك كترت، بس يعني الجاهزيه بتاعته اللي هو ايه كل 3-4 ماتشات فتلاقي فيه اصابه بتبعده ماتشين بالكتير 3 بتبدا يرجع تاني. مش هقول لك بقى الانسجام كده موجود لانه مش اول مره يلعب مع اللعيبه، بس العامل النفسي بقى ان انت تبقى راجع من اصابه تبدا تخش فبتاخد وقت عند اذا عمرو السوليه برايك هيكون مش من حريه كامله للرباعي الهجومي كامل قدام واسيب طرف من الطرفين يهاجم. صحيح. طيب كصانع العاب برضو مين هيبقى افضل؟ هل قفشه هيكون ليه الافضليه ولا قندوسي ولا مين برضو لو انت مكان كولر؟ لو انت بتتكلم برضو لو انا بتكلم في خبرات افريقيه برضو الاقرب ممكن يكون قفشه. يعني لو بيتكلم في خبرات بس قفشه مترنح شويه يعني بنلاقيه في مباراه ولا المباريات دي بقى هيبقى خلاص نازل وعارف يعني يعني اتمنى ان قفشه يكون في قمه تركيزه النهارده ان شاء الله سواء بدا او كان على الدكه ونزل، واتمنى ان قفشه النهارده يؤدي احسن مبارياته. ليه؟ لما بيكون فايق ومركز ومدي كل تركيزه في الواجبات اللي هي بتطلب منه من المدير الفني او حتى واجبات مركزه الاساسيه بيبدا يلعب السهل ويبدا يجتهد ويطلع كل مجهوده في الموضوع ده، بنشوف نسخه كويسه جدا من قفشه. لكن لما بيخرج بره تركيزه وبيدور على ان هو ممكن يكون مثلا مش هقول لك ما بيعملش واجباته، لا بيعمل شغل مش بتاعه. يعني ممكن يكون بيعمل شغل ليه بسبب قله التركيز. قله التركيز دي موجود ممكن تخليكي تعملي واجبات مش بتاعتك او ممكن تعمل شغل مش بتاعك، فدي بتاثر عليه في الملعب فبتخلي الجماهير تبدا تتكلم ان قفشه النهارده ما كانش كويس. بس الرؤيه كلها راجعه برضو مستر كولر عايز ايه النهارده في اللقاء ده؟ تمام. لان في ميزه عند برضو موجود عند القندوسي ما شاء الله عليه، بيعرف يعمل الثرو باص ويعمل الدبل باص ويتحرك بعد الكوره على عكس قفشه ممكن يعمل لك الباص من مكانه شويه عكس القندوسي بيعمل الباص سواء اسيست لحد ان هو يجيب جول او حتى يعمل الايه الدبل باص ويروح هو، فدي بياخد يعني دي حاجه كويسه. بس انا بتكلم في ان الخبرات بتاعه الماتشات الافريقيه موجوده اكتر عند قفشه اكتر من القندوسي، لان قفشه يعتبر شارك اكتر من القندوسي في البطولات الافريقيه وعلى المستوى الاعلى. تمام. اذا كنا بنتكلم على الفرص الضائعه للنادي الاهلي، ودي مش آفة النادي الاهلي، دي للاسف آفة الكره المصريه حتى في المنتخب، لكن برضو في مشكلات ظهرت الفتره الاخيره في خط الدفاع النادي الاهلي، وكان في كلام كتير والناس قلقانه برضو من خط دفاع النادي الاهلي، وحضرتك من ابرز نجوم النادي الاهلي في هذا الخط. النهارده تقول ايه للناس وتطمنهم ايه على خط دفاع النادي الاهلي؟ بص انا يعني دايما وانا يعني حتى انا مدافع كده، يعني المدربين اللي الواحد بيحترمهم ويتمرن معاهم سواء على مستوى الناشئين او حتى الفريق الاول على مدار المسيره الحمد لله، دايما يقول لك الدفاع ما بيبداش من المدافعين. ايوه بيبدا من قدام. فاذا كان من قدام في خلل طبيعي ان انت اللي هتحاسب على كل حاجه حصلت من الاخطاء قدام. تمام. فده اللي دايما الناس ما بتاخدش بالها منه، ان ممكن يبقى في اخطاء قدام فبتاثر على ورا. ازاي هتاثر على ورا؟ هتيجي مثلا دلوقتي مثلا خط النص بتاعي لو اتضرب، الطبيعي ان في واحد من المدافعين هيبدا يتحرك عشان ياخد دي او يصلح الخطا. فطالما اتحرك من مكانه او حصل
حركه مش كويسه بين الاربعه اللي ورا، اصبح المكان بتاعه فاضي، فالطبيعي ان انا هيحصل خلل فيه، فالطبيعي ان الفريق اللي بيهاجمني هيهاجمني ايه صحيح. منه. دايما انا بقول دفاع النادي الاهلي الحمد لله بخير، ان شاء الله هيكون بخير، ان شاء الله هيحصل برضو يعني الله اعلم بقى يعني. بس رامي انا ربيعة عليه كلام كتير الفتره الاخيره. رامي وارد ان يحصل سوء توفيق، يحصل هبوط في المستوى. هتيجي مثلا تقولي لي اصل هو مثلا 3 ماتشات ولا 4 ماتشات لعب ماتش كويس، فماتشين بقى وحش. ده وارد. هو ممكن يكون مثلا اللعيب ده كان مركز في ال4 ماتشات، جه بعد كده حصل زي ما بيقولوا كده ايه النشوه بتاعت علو المستوى. أيوه. فبرضه هتيجي تقولي لي طب اصل لعيب خبره ازاي يحصل؟ لا، ده وارد مع كل لعيبه العالم. كل لعيبه العالم اول ما يحصل معاهم النشوه بتاعت علو المستوى دي لازم بيحصل زي ما بيقولوا كده غلطه، وغلطه مثلا ممكن الناس ما تعدهاش. وده دايما اللي انا بقوله، اي حد معرض انه يغلط، واي حد معرض انه يحصل له سوء توفيق في فتره معينه، ايا كان هي الفتره دي، انت بقى كلاعب تحاول تاثرها. صحيح. ما تطولش. فانا بقى يعني القصه بتاعت رامي ربيعه ان شاء الله يقدم ماتش كويس ان شاء الله، لو ليه نصيب ان شاء الله، ولعب النهارده مع عبد المنعم، وان شاء الله خط الدفاع بيكون كويس. وعلى يعني اعتقد ان النادي الاهلي دايما ما بيسكتش في حته التدعيمات. يعني لو شايف ان في قصور في حته الدفاع هتلاقيه يبدا يدعم. لو في قصور في حته معينه هيبدا يدعم. صحيح. احنا اتكلمنا عن كل المراكز، ما ينفعش نعدي حراسه المرمى اللي كان عليها جدل، والشناوي والمنتخب واصابته وتغييره. النهارده بنسبه كام نلاقي الشناوي هو الموجود؟ وهل اصابه المنتخب البسيطه يعني ممكن يكون لها تاثير، ولا في لغه الكره عندكم بقى لا شايف ان اصابه الشناوي حاجه عاديه يعني، وان فيتوريا ريحه بس عشان مباراه الاهلي؟ هو 100% الشناوي هيلعب ان شاء الله باذن الله يعني، ان لم يجد جديد يعني في الساعات اللي احنا قاعدين فيها دي. دي حاجه. الحاجه الثانيه الشناوي ما شاء الله عليه ماشي بخطه كويسه ايا كان. حتى الاخطاء الناس كلها يا جماعه برضه هرجع اقول تاني، في مقوله كده الكابتن احمد ناجي قالها ودي عجبتني جدا. لما تلعب كل اسبوع غير ما تلعب كل يومين او 3 ايام. لما تلعب كل اسبوع هتلاقي الاخطاء بتاعتك مش باينه حتى لو اخطات. لو تلعب كل يومين او كل 3 ايام هتلاقي الاخطاء بتاعك بتبان. ايوه عشان ليه؟ درجه التركيز بتاعتك من رابع المستحيلات ان انت تحافظ عليها في خلال كل 3 ايام بتلعب ماتش. فالطبيعي ان انا لازم هيحصل عندي خلل في التركيز ايا كان بقى. التركيز ممكن يبقى بدل ما هو في 100% يبقى 50%. طب هتيجي تقول لي مثلا انت كجمهور مثلا طب ما يريح. ايوه. طب ما هو المشكله ان انت بقى هتريح الحارس بتاعك اللي بيلعب مكانه ده، وبالذات مركز حراسه المرمى. ومدربين حراس المرمى دايما يعرفوا الكلام ده، يقول لك مركز حراسه المرمى بالذات محتاج حساسيه معينه بوقت معين عشان يبدا ياخد الريتم بتاع الماتشات. طب ما انت دلوقتي ريحت الشناوي، هتلاعب مثلا مثلا علي لطفي مثلا. علي لطفي جه عمل مثلا ربنا يحفظه عمل كارثه في ماتش، انت هتيجي تقول ايه؟ صح. لا علي لطفي ما ينفعش، رجعوا لنا الشناوي. طب لو ما جاش الشناوي هتيجي تقول لك لا ندور على حارس مرمى، نشتري حارس مرمى. طيب اشترينا حارس مرمى، لما يجي يلعب ويعمل بتاع لا اشتروا لنا واحد تاني، لا قعدوه رجعوا الشناوي. هتفضل في الدايره. طب ما هي القصه مش قصه ان انت تريحه وتقعد، هي المشكله كلها بس التوقيت. التوقيت ان انا اريح اللعيب بتاعي. ودي راجعه بقى للجهاز الفني ومدرب حراس المرمى، لان هو اللي بيعرف يتعامل مع الحراس بتوعه. لان مثلا دلوقتي انا لو قعدت الشناوي ولعبت على لطفي طيب ما بعدين عمل ماتش كويس تمام. ما انت برضه هتيجي تنافس كل نفس الموال هيجي الشناوي اللي كان عايز يلعب. صحيح. النادي الاهلي اعتذر عن المشاركه في البطوله العربيه، انسحب من البطوله او كاس الرابطه، ما فيها او يعني خلاص ما عادش فيها. كل ده عشان يريح لاعيبته عشان البطوله الافريقيه والمحليه الدوري. لكن لو نظرنا في الفتره الاخيره هنلاقي معظم لاعبي النادي الاهلي في المنتخب الاول 7، في المنتخب الاولمبي موجود، اللعيبه المحترفه مسافره المشاركه مع منتخباتها. طيب ما هم جم برضو الضغط ما زال مستمر، يعني حتى الاعتذارات دي كلها ما ريحتش النادي الاهلي. شايف ازاي ده وتاثيره النهارده على هذا اللقاء؟ هو دايما انا بقول ان حال النادي الاهلي دايما
يعني مش عارف اقول المصطلح بالظبط، بس هو حال النادي الاهلي كده دايما ما عندوش راحه. يعني حتى احنا كنا ايام الجيل الذهبي كنا برضو مضغوطين. اقصى اجازه انا خدتها على مدار 3 سنين ولا 4 سنين ورا بعض كانت 10 ايام. دي كانت اقصى مده خدت فيها اجازه. فده هو نصيب النادي الاهلي دايما على طول. كل لاعبي النادي الاهلي ده نصيبهم. هو ده نصيبهم يعني. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه، النادي الاهلي لما رفض المشاركه في البطوله العربيه ده مبدئيا يعني عشان هي في نهايه موسم وبدايه موسم جديد. تمام. فانا عايز ادي الراحه بتاعتي الكامله اللي هي في نهايه الموسم، اللعيبه تاخدها عشان كامله يستعدوا الموسم القادم، فعشان يبدا الموسم الجديد بحاجه كويسه، انه فريش ذهني. طيب كاس الرابطه. كاس الرابطه انا القصه كلها مرتبطه مش بالفريق، مش بالهيكل الاساسي. مرتبطه زي ما بيقولوا كده، خلينا بنقول بالصف الثاني. بقيه السكواد اللي ليه؟ في القايمه. لان انا مثلا انا ممكن العب في الكاس الرابطه، هلعب بايه؟ هلعب باللي موجودين ان هم ما بيروحوش منتخبات والصف الثاني، وادعم بالناشئين من تحت. تمام. وطبعا الناشئين زي ما حضرتك تفضلت وقلت برضو في جزء منهم مع منتخب الشباب وكان جزء تاني مع المنتخب الاولمبي. يعني هطلع برضو الصف الثاني بتاع الناشئين والشباب. تمام. طيب انا لما هاجي هلعب، افترضنا مثلا دلوقتي حصل سوء نتائج، ده مبدئيا. سوء النتائج ده ليه تأثير نفسي على اللاعب الناشئ اللي طالع من تحت. دي نمرة 1. صحيح. نمرة 2 تأثير سلبي فني على الناشئ اللي طالع من تحت. لأن برضو هتبقى الرؤية ليه برضو ضبابية، إن هو ممكن أنا أحكم عليه مثلا كجمهور، مثلا أقول لك ده لا يصلح للنادي الأهلي. أيوة صح. طب أدي 2. 3 اللاعب اللي قاعد بقى الصف الثاني بقى، انا كمدير فني او بتاع رؤيتي، اذا كان انت مش قادر تلعب في بطوله زي كده يبقى انا هعتمد عليك بشكل ايه؟ يبقى انت قلت من عندي. صحيح. في التقييم بتاعك عندي مثلا هنقول 20% من ال 100% كلها. يعني انت تؤيد هذا القرار وجيت طبعا ايد القرار. هي مش قصه انا بشارك وخلاص. تمام. طيب يعني ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي النهارده، وان هو يفرح كل جماهير مصر مش جماهير الاهلي بس. وزي ما قلت مره ثانيه الجماهير النهارده يكون عندها ضبط نفس باذن الله. المباراه تمر قمه وادي النيل بين مصر والسودان، بين الاهلي والهلال السوداني، هذه القمه باذن الله تمر بسلام. ما اقدرش برضو انسى بكره عندنا لقاء هام هيجمع الشقيقين فيوتشر وبيراميدز في الكونفدراليه الافريقيه. كيف ترى هذا اللقاء غدا يعني الملابسات اللي بتحدث دلوقتي وموضوع احمد رفعت وشكوى الجيش الملكي المغربي وانضمام بيراميدز ليه؟ شايف القصه دي ازاي وايه هدفها في هذا التوقيت وهل ممكن يكون لها تاثير؟ هو الماتش سخن قبل ما بره قبل ما يبدا جوه. هو الماتش كفايه يعني زي ما قلت لحضرتك كده ان هم الشكوى بتاعت بيراميدز على نادي فيوتشر في قصه احمد رفعت دي ادت طابع خاص بقى للماتش. زي كده احنا لسه كنا بنقول في بدايه اللقاء كده ان الاحداث اللي حصلت في ماتش الهلال هناك ادت صبغه وليها تاثير على الماتش بتاع النهارده. فهو برضو نفس الموضوع. هيبقى فيه برضو مش هقول لك مشاحنات ولا بتاع، اللعيبه الاثنين في الاول وفي الاخر فرقتين عارفين بعض واصحاب، وبعد الماتش هيروحوا يتسحروا مع بعض وخلص الموضوع. هي القصه كلها جوه الماتش ان اي حاجه مختلفه هتحصل جوه الماتش هتلاقي فيه شده. بس هي دي المشكله. لكن غير كده الماتش فرص فيوتشر اعلى، فرص فيوتشر اعلى لان ممكن تتعادل. بس كابتن علي ماهر في تصريحاته انا مش هلعب على التعادل انا عايز افوز. هو كابتن علي ماهر يعني هو دايما بيلعب على المكسب. هو دايما بيلعب على المكسب الصراحه يعني. وانا شايف ان ما شاء الله عامل حاجه مميزه مع فيوتشر سواء السنه اللي فاتت او السنه دي. تمام. هو من المدربين بيعرف يعمل حاجه اللي هيحصل ان شاء الله. نتمنى اكيد التوفيق للفريقين. قبل بس ما نختم، حابه طبعا مباراه الزمالك كلنا شفناها، مش هتكلم عنها بقى النهارده، الحلقه مخصصه اكتر للاهلي، لكن بس حابه عشان انت مدافع، خط دفاع الزمالك امبارح عليه علامات استفهام كتير والله. الفريقين المريخ ويعني والزمالك امبارح يعني ضايقونا. يعني كان قاعد يتفرج على المباراه امبارح، خطين الدفاع فيهم مشاكل كتير. ده ايه ده؟ ده تفسيره ايه ده؟ ما هو تفسيره زي ما قلنا كده، في اخطاء بتحصل، وزي ما قلت والله في اخطاء بتحصل من نص الملعب بتاثر على البتاع. بس اللي انا شفته امبارح بقى ده ملهاش علاقه بنص الملعب. ده كان في مشاكل دي ليها علاقه بقى
ليها علاقه بتركيز اللاعب نفسه، جزء تركيز من اللاعب نفسه، وجزء اصلا يعني زي ما بيقولوا كده ايه، آفة موجوده اصلا في المدافع المصري اللي هو ما بيعرفش يتعامل مع العرضيات والتمركزات. حتى يعني انا رجاء مدربين الناشئين في كل الانديه وبالذات الانديه الكبيره، اهتم دايما زي ما كانوا بيعلمونا زمان والله في النادي الاهلي كده، اهتم دايما ان انت تعلم التمركزات للعيب بتاعك، سواء مدافع، نص ملعب، مهاجم، عشان يعرف يتحرك بعد كده حتى وهو بيغلط. فعلا والله. فللاسف ده نتاج ان في قطاعات ناشئين لكن مفيش تعليم جوه. بس اتمنى ان الاخطاء اللي وقع فيها نادي الزمالك دفاعيا، حد يقول ده نادي الزمالك جايب 4، انت قاعده تتكلمي عن الدفاع وسايبه ال4، يا جماعه علشان نتفوق لازم نبص لاخطائنا قبل انتصارنا وقبل فوزنا. صحيح الزمالك فاز 4 ونتيجه وسكور كبير، لكن برضو ما نقدرش ننسى ان كان في مشاكل دفاعيه كتيره جدا في نادي الزمالك. اتمنى ان يعني الفتره القادمه يتم تلاشيها، يتم اعلان الجهاز الفني الجديد، يتم الاستقرار ان نادي الزمالك استقرار الكره المصريه هيرجع اكيد لاستقرار وتفوق الاهلي والزمالك قطبي الكره المصريه. كابتن عبد الهلال، النهارده المباراه تخلص كام الاهلي والهلال؟ السؤال الاخير بقى نختم بيه. ورمضان كريم بقى. يا رمضان الله اكرم. لا اله الا الله. النتيجه ونختم على طول. هي النتيجه هي الماتش، انا دايما بقولها كده، اي حد بيسالني عن ايه النتيجه وبالذات الماتشات الحماسيه اللي زي كده، يا الماتش يبقى سهل وبتبقى سكور كبير حاجه من بتاع ماشي، يا اما تكسب يعني 1-0 بالعافيه اللي هو بلس 90 كده، او الفرق الاهداف يكون لصالح الاهلي. يعني مثلا معلش انا مش عايز اذكر حاجه، ماتش النجم الساحلي احنا كسبنا كام؟ 6. حد كان يتوقع ان الاهلي يكسب النجم الساحلي 6 في هنا في اسكندريه في برج العرب؟ تمام، يعني سكور كبير قوي، يا سكور كبير يا دوبك على قد. طب وفيوتشر وبيراميدز؟ اعتقد انه تعادل. تعادل يبقى صالح كده على طول فيوتشر. يبقى التعادل يكون صالح. اعتقد ان هم تعادل. تمام. رمضان كريم يا كابتن. الله اكرم. نورتنا شرفتنا كابتن عبد الاله جلال لاعب منتخب مصر والاهلي السابق. ان شاء الله النهارده تكون يعني امسيه رمضانيه جميله ورائعه، زي ما قلت لحضراتكم هي قمه وادي النيل بين الاهلي المصري والهلال السوداني. الفريق اللي يكسب هنقول له مبروك، الفريق اللي هيخسر هنقول له هارد لك. هي دي كره القدم طبعا، هي تجميع للشعوب قبل اي شيء ثاني. كده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا النهارده. كل التحيه والتقدير فريق عمل هذه الحلقه. غدا انتظرونا باذن الله ومتابعات جديده. في امان الله.